السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا في تمام الصحة والعافية يا رب. ميني فلوق ان شاء الله غنشاركو معاكم. غادي نشويو السرديل في الجردة وغادي ان شاء الله نشارك معاكم حتى العشيوه ديالي. مهم قبل ما نبداو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. مهم البنات، هنا كما كتشوفوا عندي هنا تقريبا شي 3 كيلو ديال السرديل ولا 3 كيلو ونص. ماشي انا اللي جبتو، مول الدار هو اللي جابو. ها هو يعني باقي بكل شيء ليه، غادي غير نشلو. كذبش عليكم البنات، كاين اللي كيشوي بحال هكا ولكن ما نقدرش، خاصني نشلو ضروري يعني من الحزان ديال اليدين. وعندي هاد الحوت الصغير مخلط فيه لانشوبه وفيه الحوت الصغير حتى هو. من بعد ان شاء الله عاد غادي نقيه نديرو في الثلاجه. المهم تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير. انا درت السرديل في الشبكه اللي غنشويوه، شللته بالماء. ضروري البنات كنشلو بالماء باش تحيد منه ديك الهزان ديال اليدين. صافي غنخليه يتسقطر. وهذا البنات غادي نخليه نديرو في الثلاجه ونخليه ان شاء الله حتى ندخلوه. البنات على فكره هاد السردين راه غادي نفطروا به، حنا راه باقيين كاع ما فطرنا. جابو مع الصباح باقي ما فطرناش. درت شويه شلاضه، نتوما عارفين السردين المشوي ضروري بالشلاضه المغربيه ديالنا، البصله ومطيشه. صافي هنا البنات حطيت البصله ومطيشه. انا الساعه مني جيت لقيت مول الدار شاوه الشويه الاولى، وانا هذه الشويه الثانيه ومصوره لكم. المهم تنحط السرديل ديالي بحال هكا على شكل ميل، وغادي نرشو عليه مليحه مليحه يعني بالزيت، ما تخافوش منها حيت فيه القشره. وندوروا الشوايه ديالنا ونرشوها حتى هي بالملحه. كما شفتوا معايا البنات الفاخر راه شاعل حيت كاين البرد. حاولوا انكم تطفيوه وما تخليوش شاعل باش ما يتحرقش لينا السرديل. ولا ما بغاش يطفى ديروا شويه د الماء. حطيت حدايا قرعه ديال الماء البنات. صافي هنايا كما شفتوا معايا راه قلت لكم الشوايه الاولى كلاها مول الدار، وهذه الشوايه الثانيه غادي نحطها باش نذوقوا حتى حنا ناكلوا. انتم عارفين البنات السرديل راه تيبغي يتكال سخون باش تحيد منه ديك القشره. صافي هنايا جلست انا وبناتي باش ان شاء الله ناكلوا داكشي اللي قسم الله واللي شهيته. البنات تسمح ليا، هنا البنات راه ترشوا الكمون، كاين اللي تياكلوا بالكمون. صافي كلينا هنا بنتي ما بغاش الصراحه، ما بغاش تاكلوا. قالت لي ماما فين مصارن. نطت على وعدي وسعدي، غسلت ليها الحوت وحيدت منه المصارن والسنسول وشويته ليها. يعني ما عندي ما ندير، خاص كلشي ياكل وصافي. هذا هو المهم عندي. هنا كما شفتوا معايا غسلت السردين من المصارن، واخا غسلته من المصارن ما حيدش ليه القشره، يعني خليته بالقشره ديالو باش ديك الملحه ما تدخلش ليه. صافي ولقيت وحده مع وحده ودرتهم يتشواو باش تاكلوا. حتى هو الصراحه جا زوين، حتى هاد الطريقه هذه جات زوينه وجات سريعه وبنينه، يعني ما مختلفاش مع الحوت يعني الصين. كيجيني انا احسن هكايا على حساب الدراري اللي ما تعرفش ينقي، يعني من الاحسن يتنقى. صافي هنا قابلته كما شفتوا معايا شوينا الشوايه الاولى. ها هي غادي نبقاو هنا شي 3 السرديلات واقيلا ولا شنو. صافي تما غنديرهم يتشواو وغنمشيو نكملوا ماكلتنا. الناس اللي باقي فيهم الجوع ياكلوا. بنات اللي توحم تسمح ليا، واللي بغات شي حاجه مرحبا تجي عندي شويه السرديل مرحبا بها والف مرحبا. صافي خليتهم هنا يتشواو. صافي كلينا شبعنا الحمد لله. دزنا يعني نحيدو ديك ريحه الحوت. صافي الدريات دخلوا الماء لداخل غسلوهم، وكما كتشوفوا سيقنا الجرده بالتيتو جافيل، حكيناها من ديك ريحه الحوت باش ما تدخلش لينا الطوبه. نتوما عارفين الطوبه كتموت على شي حاجه سميتها السردين. سيقنا الجرده، غسلنا ديك الطويبله بالتيت حتى هي، سقينا الجريده ديالنا. عاد فاش البنات دخلنا، مني دخلت انا خرجت درت شويه، كانوا خاصني شي حاجه مشيت جبتها. ومني جيت عاد جبت هاد السرديلات من الثلاجه، نقيتهم، درت التليفون في الشارج، نقيت هاد السرديلات وغسلت هاد الحوته هادي. شي نهار ان شاء الله نشاركها معكم عامره ان شاء الله يا ربي. السرديلات ديالي شوفوا تبارك الله
غادي نديرو في الفريغو البنات. يعني صافي كلينا دابا الحوت، ما يمكنش ليا عاوتاني نتعشاو بالحوت، غنديرو في الفريغو حتى الغدا ان شاء الله تا هو نديرو شي حاجه. صافي البنات درت السرديل ديالي في الفريغو، جبنا معنا الكفته البيض من برا وصافي. الصراحه ما صورت لكم والو برا حيت خليت التليفون يتشارجا كما قلت لكم. غنقي البصله هنايا وغندير واحد المقيله بالكفته والبصله والبيض. صراحه الاكله المفضله عند ولادي اولا المطيشه والكفته والبيض، وحده في هاد الحاجات كيموتوا على ما تتعجبهمش المرقه بالليل ولا الطاجين بالليل قليل. الا ما كنتش دايره الغدا بنهار ضروري كندير لهم الطاجين كياكلوه يعني سخون ما يكونش بارد. صافي يا بنات ان شاء الله بصيله غير بيديا، عندي الطاحونه الصراحه وانا تشهيت نقطعها بيديا باش كتجيني هكا كبيره شويه. صافي غندوز ناخذ شويه الربيع، ناخذ غير القياس اللي غادي ندير، وداكشي اللي شاط عليا غنديرو في الثلاجه لتحت. راه تيبقى زوين البنات، كيبقى طري طري. اللي ما تيعجبهاش الربيع يعني في المجمد ديرو غير لتحت، ديري معاه الزيت وتخليه. انا طاحت ليا الكفته كما شفتوا معايا، طاحت ليا البصله يعني تشحرات بالزيت الملحه ولحت الكفته، ودرت الربيع القياس اللي غير نحتاج. صافي غنبقى نورك على الكفته بهذه الطريقه هذه. اللي بغاها ضبيبرات يديرها مع المطيشه، هي مع البصله من الاحسن تفرتك بحال هكايا. صافي غادي نفرتك الكفته اللي عندي كامله بهاد العواشق ديال العود كما شفتوا معايا. هي تشحرات، غندير شويه ديال الابزار، شويه تحميره او الفلفله حمراء، شويه الكمون بالزيت حيت الكمون راكم عارفين الكفته كيتبغي الكمون. صافي غنحرك المكونات اللي عندي كاملين، غنزيد عليهم البيض الاكله المفضله. صافي وغادي نحرك حتى طيب ليا البيض ديالي، وغنعمر واحد البريريت ديال اتاي. كانت عندي واحد شويه الباربه في الثلاجه كنسلقها وكنخليها بالماء ديالها في الثلاجه، تبقى عندي تقريبا 3 ايام 4 ايام ما تتخسرش، ما تفوتش البنات سيمانه لا فاتت سيمانه كتحماض. صافي سلقتها خليتها حتى بردت عاد درتها في الثلاجه، ومني كنبغيها كنجبد منها ونقطع يعني ندير فيها شويه ديال الخل والملحه ونقدمها. صافي البنات هذه الكفته ديالنا بعد ما طابت وجدتها مع كوز ديال اتاي كما شفتوا معايا. ضروري اتاي كنديرو انا قاصح كما شفتوا. صافي وشويه شلاضه بالباربه، غنحط هاد المقيله في طبيسيل صافي ونتعشاو. اللهم دومها نعمه واحفظها من الزوال يا ربي. والبنات اللي شهيتهم يسمحوا لي، غير كنبغي نشارك معكم نهاري وصافي، وكنقول لكم السلام عليكم في امان الله.